أخت تقول: ما هي علامات رضا وحب الله للعبد؟ ما هي علامات رضا وحب الله للعبد؟ يعني باختصار شديد، علامات حب الله للعبد كثيرة، وعلامات رضا الله عز وجل على العبد كثيرة. من أهمها أيتها الأخت الكريمة أن يلقي الله عز وجل لهذا العبد الثناء الحسن والقبول في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. فهذه علامة. أيضا من علامات حب الله للعبد أن يكثر العبد من النوافل. هذه لطيفة قد لا ينتبه إليها كثير من الناس. من علامات حب الله للعبد أن يكثر العبد من النوافل، أي أن يوفق الله العبد للإكثار من النوافل. ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومن علامات رضا الله تبارك وتعالى أيضا على العبد أن يوفق العبد للطاعة وأن يثبت عليها وأن ينتقل من طاعة إلى طاعة. فالخير لا يأتي بالشر، وإنما لا يأتي الخير إلا بالخير. أكرر: من علامات رضا الله جل وعلا على العبد أن يثبت الله العبد على الطاعة، وأن ينتقل العبد من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير. فالخير لا يأتي بشر، وإنما لا يأتي الخير إلا بالخير. فما دمت على طاعة الله ثابتة، تمتثلين الأمر وتجتنبين النهي وتقفين عند الحد، وتنتقلين من عمل خير إلى عمل خير، ومن طاعة إلى طاعة، تخرجين من عمل لدنياك إلى عمل لأخراك، ومن عمل لأخراك إلى عمل لأخراك، فهذه من علامات رضا الله تبارك وتعالى على العبد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرضى عنا وعنكم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.